الفاتحة على من سلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليه.
عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك من ربي السماء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا مشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المظلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. ما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. قد عبرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة دردات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. ما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لك
قلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا صلى الله جل من عليه شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله لحظته عليه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في كلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأ ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنسر ذكرهم نسيما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم
بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. ففدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. إن كانت الأسلة في بعزم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه. فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وبكت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إرادة الله لا قراري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحنا وجود إرادة الله لا قراري ربي خلق طه النور فيه احترام فيه احترام ناداه يا مختار
خلاق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا بالربي الباهي الجليل الباهي الجليل ربي خلاق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين ربي خلاق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي خير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب خير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرضاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم
إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشؤونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له سقنا صلى الله عليه ولا نشكو من ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبشط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مهلة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزهم على في الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور قدره في الوجود بعد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
أجمعين فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربا فرح بفقده حزنا صارا ربا حب لشوكه دمعا سلا ربا فرح بفقده حزنا صارا ربا حب لشوكه دمعا سلا يا إلهي اجعلني به مما فازنا للرضا في جنتك دخيلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من فقده حزنا صارا رب حب لشوكه دمعا سلات رب فرح من فقده حزنا صارا فازنا للرضا في جناتك دخيلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر وأنجز وعده والبشر وأضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا
باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لحد لنا بشرى لنا دلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للعنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدا بشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأوفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وعبرت بتوفيق الله سيدته مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه Bakhusyuk pakarongga Kanjeng Nabi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى هدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد من سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة صل على الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفيلا وشرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبر من الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخذونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي الكفر. ومع بروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستأنف فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلما انشاب أن غشتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عوذني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يجر الحديث مني على بال حتى بذاذ الله فقلت من أول الناس سناما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. والعين عنايتي في كل حين ترعد وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, limadza ma ra'a Mikaila limadza ma ra'aitu Mikaila yadhaku. Kenapa wahai Jibril aku tidak pernah menyaksikan malaikat Mikail tertawa? Faqala Jibril, maka Jibril menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mundu khalaqa jahannama ma yadhaku. Semenjak Allah menciptakan neraka jahanam, maka Mikail tidak pernah tertawa. Bagaimana mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit pun tidak mempunyai maksiat, tidak mempunyai kesalahan, dia merasa ketakutan kepada bara api daripada api neraka jahanam. Bagaimana dengan kita? Mun saumpamana neraka jahanam ni kasabe ning pocak timur, ufuk timur. Seseorang ditaruh di ufuk barat, berarti jangkahan begitu panjang antara pocak barat pocak timur. Maka niscaya orang yang sabak ning pocak barat
Jahannam sabek ning pocak timur, orang gelek bene cuma kelok. Ngalkal apa? Dengan entengnya orang semakin bagaimana mereka menertawakan neraka dengan aplikasi-aplikasi makin deka. Kebein mainan neraka. Ternyata neraka tidak sepanas, guys. Yang kita kira ternyata kita baru 3 hari di sini nyaman, ajib. Malaikat be tak pernah gelek. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka Jahannam, bagaimana dengan kita? Padahal Allah Ta'ala pun la tabu alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah tidak pernah bermaksiat, para malaikat Allah tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai salah ataupun dosa sedikit pun, maksum mereka. Tapi merasa ketakutan dengan neraka Jahannam. Nah, inilah pentingnya keimanan ya, pentingnya hadir-hadirin majelis ya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid untuk sopajah iman ini semakin bertambah, semakin kuat, semakin rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita buktikan dengan mengikuti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termuka iman kurban jeneng paring kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh dari apa neraka sedaya keluarga sampun ninggal dunya sabiqan walahiqan guru-guru kaul panjenengan ring sepo kaul panjenengan matur muga selamat dari azab kubur, azab neraka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Matur muga barokan maulid, barokan zikir, barokan sholawat sandi hajat sedaya matur muga taka hajat dunya hajat akhirat berkembang dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم بامدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين وهكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والموسي سان والسائلة والمؤمل بما، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركاته وشريف جاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين، واغفر وتقبل آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين، وابسط العدل بالعدل الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بلايا في الحرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين آمين، وختم لنا منك بخير آمين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.